أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات أكلات ومخبوزات. طبق النهاردة لعشاق الجمبري، لا هنقول زيت ولا دقيق ولا أي حاجة من الكلام ده. وصفة خفيفة جدا ومش هتاخد في تجهيزها أكتر من 10 دقايق. لعشاق الجمبري، يلا نبدأ مع بعض في خطواتها. كمية الجمبري ده يرجع لينا احنا، كل واحد حسب الكمية اللي عايز يعملها. انا هنا كنت بعمل في كيلو الا ربع. اول حاجة هعملها هبتدي اقصقص في الجمبري اللي هي رجليه من تحت وجزء من الراس زي ما احنا شايفين. بعد كده هجيب خلة واتني الجمبري زي ما احنا شايفين كده، وهشيل الجزء اللي في ظهرها زي ما احنا شايفين كده. مش هشده مرة واحدة من الجزء اللي انا سحبته منها، لازم اعملها على جزئين لان الجمبري ده كبير مش صغير. تنظيفه سهل ومش هياخد معانا وقت. هعمل معاك واحدة كمان. انا مش هشيل القشر منه، انا مجرد بس هقص الرجلين بجزء من الراس زي ما احنا شايفين كده، وبالخلة هشيل الجزء اللي هو مصارينه هي اللي في سلسلة ظهره دي. زي ما قلت هشيل اول جزء كده وشدها من ناحية تاني عشان ما تتقطعش مني وتتشال كلها على بعضها. شايفين مصارينها دي طلعت بسهولة. بعد ما خلصته انا هغسله كويس وهعصر عليه ليمون واسيبه منقوع في عصير الليمون. الخطوة اللي بعدها هجيب طاسة او حلة على النار وهضيف فيها معلقتين زيت بس، ومعاها بصلاية متقطعة شرايح زي ما احنا شايفين. انا مش هحمرها، انا هقلبها بس دقيقتين لغاية ما البصلة تبتدي تدبل، وما يكونش النار عالية قوي علشان ما تتحرقش مننا، يعني تكون هادية على قد ما نقدر. البصلة ابتدت تدبل، هكون معايا فصين توم مهروسين واكمل تقليب. الجمبري كده انا نقعته في عصير الليمون وكنت حاطه عليه شرايح ليمون عشان الزفارة اللي بتبقى فيه. هنضيف الجمبري على البصل والثوم. شايفين شكل البصل محمرش، مجرد دبل بس، وابتدي اقلب فيه. انا وبقلب فيه هضيف عليه جزرية مبشورة، انا مقطعاها كده بمبشرة البطاطس، ومعايا فلفل الوان. زي ما قلنا قبل كده الالوان بتختلف وتدي منظر بهجة للطبق اللي احنا بناكله سواء للكبار او للصغيرين. وابتدي اقلبه كويس. اول ما هيبتدي يغلي هنلاقي نزل مية كده منه. شايفين المية لونها اصفر من الجمبري نفسه ومن الفلفل الالوان. انا لسه ما ضفتش عليها اي مكونات. هنا هحط نص معلقة ملح، مش هضيف اكتر من كده. معلقة كمون، ورق لوري انا مقطعاها او مفتفتها زي ما احنا شايفين، وواحدة حبهان، واحدة بس حبهان لان لو كترنا بيدي طعم مرارة. وابتدي اقلبه وهضيف عليها كوباية مية واحدة بس. انا عايزة الشوربة بتاعته تبقى تقيلة واحس بطعمها، فعشان كده مش هنضيف مية كتير. انا هنا ضفت نص معلقة بهارات سمك واقلبه كام تقليبة كده وبعد كده غطيه. هو كده استوى، ما خدش اكتر من 5 دقايق في انه يستوي. شايفين بعد ما استوى شكله بجد لا بنقول زيت ولا تقيل على المعدة، حاجة كده خفيفة وما تاخدش وقت معانا، وفي تقشيرها سهل جدا. شايفين لو احنا بنقليها في زيت مش هتطلع بالجمال اللي احنا شايفينه.
لو الوصفة عجبتكم اكتبوا لي رأيكم في كومنت، وما تنسوش تعملوا دعم للصفحة بلايك وشير وسبسكرايب.